اهلا بيكم في حلقة جديدة من تصوير المواقف المرعبة والغامضة كشفت عنها كاميرات المراقبة. والنهاردة معانا 10 لقطات توقف القلب من الرعب، سايب لك الحكم فيهم. لو تعرف عنهم حاجة اكتب لنا في التعليقات، ويلا بينا مع اول فيديو. الفيديو العاشر نشرت فيه فينيسيا على حسابها الخاص في انستجرام فيديو مصوراه من خلال كاميرا العين السحرية بتاعت باب المنزل بتاعها، وبتسأل فيه ايه ده. اكيد فينيسيا مش محتاجة سؤال، ده حد عايز ياخد سيلفي شكله غريب. لو تعرفوا ايه ده يا ريت تردوا على فينيسيا. البيت ده بيحصل فيه حاجات غريبة كتير، والاغرب انه في مكان معين في البيت، لحد ما قرروا انهم يحطوا كاميرا تصور ايه اللي بيحصل هنا بالظبط وايه هو ده. المقاطع دي مش محتاجة تعليق مننا لان كل فيديو بيتكلم عن نفسه. تعالوا نشوف. Все, Маша, включи карточку. Все, давай. Ой, мамочка, блин, я не могу, я уже... Алло, привет. Ты в обед сегодня приедешь, нет? Во сколько? Ага, ладно, все, давай. اوه، شيء مرعب. انا حاسس ان في حاجة غريبة وان الفيديو ده متفبرك كده، بس للأسف ما ينفعش احكم عليه. دقق كده وقول لي لو عرفت حاجة، سايب لك الحكم، اكتب لنا في التعليق. في الفيديو الثامن، لو انت بتكره دميات الرعب يبقى ما تتفرجش على الفيديو ده، احسن لك، لان في دمية مسكونة، بنت بتلعب بعروستها وبتتصور معاها، وحصلت المفاجأة. تعال نشوف. Diana, how was this video to you? Good? Okay, okay. Yeah, thank you so much, Kellyanna. You are a good sport. So, Kellyanna, what? العروسة حركت راسها في اتجاه البنت، والعروسة دي على ما اعتقد ما فيهاش امكانية تحريك راسها، وده اللي بان على وش البنت اول ما العروسة حركت راسها ناحيتها. هل يا ترى اللي احنا شفناه دوت حقيقي وان العروسة مسكونة زي ما بنشوف في اكتر الافلام؟ يا ريت لو حد يعرف يقول لنا، هل العرايس بيسكنها الارواح الشريرة؟ اما في الفيديو السابع، اوجاك كان قاعد في اوضته مصور حاجة غريبة بجد، انا مذهول منها. بيقول ان هو كان قاعد في غرفة النوم بتاعته، ومرة واحدة لقى حاجة غريبة جدا ومرعبة.
عروسة غريبة واقفة بشكل مرعب بص على اوجاك لفترة طويلة. بجد انا سايب لك الحكم وعاوز اعرف ده ايه. لو حد عنده تفسير يا ريت لو يحطه في التعليق. في الفيديو السادس معانا بتحكي لنا ماريا عن تغيير سلوك الكلب بتاعها، وان بقاله كام يوم مش عايز يخش الاوضه بتاعته علشان ينام فيها، لحد ما قررت انها تصور موقف كلبها وتعرضه على دكتور يعرف في سلوك الكلاب علشان يساعدها. واللي لقيته في الفيديو كان صدمه، وعرفت ماريا سبب عدم دخول الكلب الاوضه بتاعته ليه. تعالوا نشوف. الكلب مرعوب، وده لوجود سبب اكيد لحد دلوقتي هو الوحيد اللي عارفه، ونظرته ناحية الباب اللي مفتوح بتأكد لماريا ان في حاجة، وبالذات انه معروف ان الحيوانات بتشوف حاجات مختفية عن البشر. وبعد الزوم من ماريا نتصدم من الرعب ان في وجه شيء مخيف واقف وبيبص. ويا ريت لو الفيديو رعبك يا ريت تقول لنا في الكومنت، وتدعمنا بلايك وسبسكرايب للقناة، فعل زر الجرس عشان تشوف كل الفيديوهات المرعبة اللي بننزلها جديدة. في الفيديو الخامس معانا فرناندو فيكتور شغال في السكة الحديد. ايه هي شغلته بالظبط؟ فني صيانة القطارات، ودايما كان بيشتغل وردية بالليل. في يوم فرناندو كان مطلوب منه ان هو يروح يشوف قطر عطلان في المخزن، ومطلوب منه الصيانة بتاعته. وهو ماشي كان بيصور بكاميرا تليفونه، والحظ السيء انه صور حاجة مرعبة. تعالوا نشوف. طب ده ايه؟ شخص نام في المترو وجرش بيه؟ اكيد لو كان كده كان استغاث بيهم، ولكن وقفته ونظرته المرعبة لفرناندو بتقول غير كده. الفيديو الرابع، تشوتشو ممرض شغال في مستشفى في مدينة في المكسيك في حدود الساعة 3 صباحا، وفي ساعة البريك بتاعتهم بيقوم تشوتشو علشان يصور زمايله من باب الدعابة، ولكن وهو بيصورهم فيديو الصدمة كانت. تعالى شوف بنفسك. Mírala, jugando memes como siempre. Chica, no mames, no mames, mira esa madre. No mames. ¿Qué verga es eso, güey? يعد طفل زي ما وصف انه من الاموات، بس المرعب اكتر انه رجع على شكل حيوان في نفس الوقت وماشي على 4 والشكل متغير بجد. شيء مرعب. اكتب لنا في التعليقات لو تعرف ايه اللي حصل ده. في الفيديو الثالث علي عزلان دخل منزل مهجور في مكان معزول، ودي مش معلومة أكيدة على حد علمي، إنه يوتيوبر وبيصور لايف وبيأكد إن في حاجة، ولكن متابعينه بيقولوا له إنه متصور هناك قبل كده وما لقوش أي حاجة، وأخد جولة في البيت عشان يثبت ليهم الأصوات اللي موجودة في البيت إن وراها شيء غامض، واللي لقاه كان مرعب. تعالوا نشوف.
في رعد ومطر، فبيحاولوا انهم يكذبوا الاصوات انه من الرعد والمطر، ولكن علي مصمم وبيخرج علشان يعرفهم ان الاصوات دي مش صوت رعد ولا حاجة، ولكن اللي شافه صدمه هو شخصيا انه بيواجه شيء مجهول وما يعرفش ايه هو ده. سبت لك الحكم، ولو تعرف قول لنا في التعليقات ايه ده. في الفيديو التاني كاترينا بريسو كانت قاعدة في البيت لوحدها وهي متأكدة انها لوحدها، ده طبعا ظنها، ولكن اللي ظهرته الصورة السيلفي ليها انها ما كانتش لوحدها، وهي اتأكدت كويس من ده، ودي الصورة اللي هي اتصورتها. دلوقتي لو بصيت للصورة للمرة الأولى مفيش حاجة غريبة خالص، كله عادي، وأول ما الفلاش ينور تبدأ المفاجأة إن في حد طلع في الصورة مع كاترين، وبتقسم كاترين إنها كانت في البيت لوحدها لما كانت بتصور الصورة الغريبة دي، وهي بتقول على لسانها أنا أعتقد إنه أخي الذي توفته المنية منذ 2 Es que pasaron cosas muy extrañas, la madre, hasta, ¿Y qué le pasó, papi? hasta una máquina se movió. Vea, mire, explíqueme eso, vea, Sí, eso 2 porque cuerdas se y... mueve atrás. Yo qué vas a ver, mamá, y la otra quieta, o sea, no podemos decir que es el aire, ni que hay ventilación, ni nada de esas Sí, vainas. eso es como y en encerrado. plena luz del día, ¿quién dice que estas maricas? No, mire, la luz. Mire, mire. Mire, ahí, mire eso, mire eso. Uy, ¿eso qué pasó? ¿Por qué eso se Y mueve? esa vaina es pesadísima, eso es pesadísimo. ¿Sí? Sí, parece eso es una energía muy mala. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasó? Mamá, mire. No, Dios, no, no, eso no es normal. Sí, yo sé Eso que- no es normal, Ya no. sé. اللي بيراجعوا اللقطات بتاعة الكاميرا ما يقدروش يوصلوا لسبب او معنى المواجهة المرعبة دي. في بداية الفيديو بنشوف حد او شيء ظهر وكأنه بيراقب الشخص الموجود. عزيزي المشاهد ممكن ده يكون فاتك وانت بتتفرج، وكمان علشان ما نكونش سيبنا حاجة لقطة الفيديو دي من كاميرا تانية خالص، واللي بتبين شكل الشبابيك الموجودة في المكان وانها كلها مفتوحة. وده ليه علاقة بايه؟ هقول لك عزيزي المشاهد. لو قلنا ان الهواء هو السبب في تحريك الاحبال دي، فبالتالي كان لازم الفوطة اللي معاه هي كمان تتحرك من الهواء علشان هي خفيفة، وكانت أولى هي كمان تتحرك زي ما الأحبال اللي اتحركت من الهواء. وإن كان هل كرة طبية تقيلة بالوزن ده هيحركها هواء داخل من شباك المبنى؟ بالتأكيد لا، ولكن الأغرب من ده كله واللي بيثير الشكوك أكتر إن في روح شريرة في المكان، هو الشخص نفسه اللي بيتجرع على الأرض من رجله بالطريقة دي، ومحدش يقدر يقول إنه بيمثل، لأنه مهما كان بارع في التمثيل فما يقدرش يعمل كده. وكمان الأنوار اللي كانت بتتفق وتنور كلها اشياء غامضه ومحتاجه تفسير. فمستني منك عزيزي المشاهد انك تقول لي وتحكم على المشهد هل ده صحيح وايه هو. وفي النهايه كل اللي وصل معانا لحد اخر الفيديو انت بطل بجد، ربنا يحميك. ويا ريت لو تعمل لايك وتدعمني باشتراكك، انا محتاج دعمكم بجد. لو عجبك الفيديو مترددش لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس، ومع فيديو جديد ومرعب من الواقع استودعكم الله والسلام.